مساء الفل يا باشا، هانت يا باشا، خلاص راجعين للماتشات الحقيقيه. البدايه النهارده السوبر الاوروبي ما بين باريس سان جيرمان وتوتنهام الانجليزي، وتوتنهام لسه واخد ده كاس الاوروبا ليج، والتاني واخد الشامبيونز ليج باريس سان جيرمان. والدنيا مخشلفه، وتحس لويس انريكي زهق من الفرق الانجليزيه بعد ما خلاص، بعد موقعة تشيلسي لما اتغلب 3-0. فالنهارده نازل شايل والعيال النهارده مدرب بتاع توتنهام فرانك بالصفقات الجديده محمد قدوس، وعندهم كام لعيب، والواد فاندن فين ده لعيب حلو قوي باستثناء اللي ضيع ضربه الجزاء. لكن فرانك قال لهم احنا فراخ، اجري في الملعب، وده اللي حصل الشوط الاولاني. العيال بتوع توتنهام وريتشيلسون برضو كان بيلعب حلو، بقى بيهاجموا كلهم كتله واحده ويرجعوا كتله، وقفل ورا فراخ اقفل. والفراخ بقت العيال بقى بتاعت باريس تايهه، تعرفش عثمان ديمبلي بيفكر في ايه، تعرفش الواد هو ايه الجول اللي واقف ده، فين دوناروما ده، ذنب فين دوناروما بقى سارح بعربيه ايس كريم في ايطاليا، قال لك انا اتغدر بيا، معلش يا دوناروما يا اخويا، ده حال الكوره. النهارده فيتينيا مش فيتينيا، الواد دوي مش دوي، باركولا بيفكر يغير قصه شعره. الشوط الاولاني تايهين طبعا. لويس انريكي بعد الجون الثاني حس ببرد فقعد، فدخل بين الشوطين قال لهم احنا بنلاعب مين؟ فعثمان ديمبلي قال له الفراخ، قال له كل واحد ياخد رغيف عيش يرميه. فالعيال تاهت بتوع توتنهام بالتغييرات اللي عملها فرانك لما خرج قدوس وسولان كده، تشوفه في الملعب تحس الدنيا فيها غلط. هو بقى مغير بقى، نزل رويس وقام جايب جول، وليه جاب جول وخلص الماتش ضربات جزاء وعليه العوض. لكن احنا راجعين يا انتم الموسم ده عشان انا زهقان من الدنيا والتكييف بايظ.